وبركاته. وحشتوني جدا. بحاول اوطي صوتي عشان اي حد مشغل الفيديو بتاعي على الشاشه ما يتسرعش، ولو جوزك نايم جنبك ما يتخضش برضه. كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني جدا. عايزاكم كلكم تصلوا على النبي في الكومنتات عشان خاطر انا اخد ثواب وانتوا كمان تاخد ثواب، واللي يشوف الكومنت بتاعكم ياخد ثواب. لكن ان تتخيلوا كميه الثواب اللي هتاخدوها لما تصلوا على النبي في الكومنت. اللهم صل وسلم على افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. لو اول مره تشوفوني انا فريده، والنهارده اشارككم ترتيبي في مشتريات الشهر بتاعتي او الميزانيه بتاعتي، والدنيا بتغلى ومفيش حاجه بتثبت على الحلقه. اول ما اتجوزت كنت باخد ميزانيه 1000 جنيه يا جماعه، وقتها كان الرز ب 6 جنيه، وكان الفراخ كيلو الوراك ب 35 جنيه. النهارده الوراك الكيلو ب 120 والرز الكيلو ب 25. اللهم لا اعتراض. فانا مصروفي وصل لكام هقول لكم دلوقتي واحنا بنرغي مع بعض. صلوا بس على النبي وحطوا لي لايك، وهقول لكم انا بمشي ازاي وامشي نفسي ازاي، وكمان هديكم افكار للناس اللي ممكن تاخد مرتب اقل مثلا او بتاخد اعلى، هقول لكم في تلك الحالات، واللي بياخد متوسط شبه. فصلوا بقى على النبي ويلا بينا، عشان جديده النهارده لابسه العبايه عملت لكم فيها ست بيت. حطوا اللايك بسرعه ويلا بينا. يوم السوق يعني يوم بهدله ومرمطه، يعني انا بيطلع عيني، بس عايزه اقول لكم تتعبوا يوم او اتنين وترتاحوا بقيه الشهر. جربت الاول مره يعني ايه مشتريات باليوم، بجد بتعب جدا، وقت بيضيع منك، وفي نفس الوقت فلوس بتصرفي فلوس كتير جدا وما بتلميش كده كل دنيا. زي ما شرحت لكم في الاول ان انا كنت باخد 1000 جنيه، دلوقتي انا باخد مصروف 1000 جنيه، وطبعا انا بزود عليها عشان نكون صريحين مع بعض، عشان عارفه ان في ناس هتقول لا مستحيل ان كل الحاجات دي تكون ب 3000 جنيه، فممكن لو زودت مثلا مزود 1000 1000 ونص عشان خاطر برده املى البيت من كل حاجه. النهارده عشان برده نكون صراحه مع بعض، الاول مره اجيب حاجات بعد 3 شهور، بيتي فاضي من كل حاجه، ولا سمنه ولا زيت ولا رز ولا مكرونه ولا اي حاجه، ما عنديش غير بهارات بس يعني وبصل، وكنت جايبه طماطم كده معاكم في الفيديوهات اللي عدت وعملتها يعني حاجه بسيطه. انا هقول لكم على حاجه، اللهم بلغت اللهم فاشهد، كتروا من البصل، الكيلو ب5 جنيه دلوقتي. لو ما عندكوش مكان وحاسين ان هو هبوظ، افرموا في كبه وحطوه في الفريزر، لو ما عندكوش كبه قطعوا على ايديكم برده شيلوه في الفريزر. اشتريت بقى بصراحه كده لحمه للعيد 2 كيلو بس، يعني يا دوبك حلوين بقى يقضوني 3 ايام ولا 4 ايام زي ما يقضوا. ممكن مثلا كده ايه ابقى بقيه الايام اعمل اي حاجه، يعني برده الواحد يمشي على قده، مش شرط ال4 ايام ناكل لحمه، بس نمشي على قدنا. فال2 كيلو دول انا هعملهم، قلت هعمل مثلا جزء في الباميه وجزء في الشوربه، اعمل بيه اللي هو اسمها ايه قولوا معايا، الفته، والجزء التاني اعمله مثلا تقليه لاني بحب التقليه جدا. تمام. وجبت بقى 2 كيلو لحمه. بصوا اللحمه بقى المفرومه انا وريتها لكم دي زي ما وريتكم في المشتريات في الفيديو اللي فات. الحاجه اللي هقولها لكم دي واللي انا عملتها دي كنت بعملها هنا، كنت نسيت الكبده عشان كده بيقول لي يا لهوي نسيت الكبده عند الراجل، كنت جايبه كيلو، كنت عايزه اوريها لكم من ضمن اللحوم والحاجات دي. المهم اللحمه المفرومه دي لما كنت شغاله في الجزاره كنا بناخد لحمه مكعبات مجمده، وكنت اجيب حته دهنه اسمها لب الدوش، دي اللي بتبقى عند الرقبه بالظبط. اللب الدوش دي بتبقى خطيره ومسكره جدا، وماما بتحطيها على اللحمه المكعبات المجمده مش بلدي، وتفرميها كانك بالظبط عامله كده لحمه مفروم بلدي. فانا جبت نص كيلو الدهنه ب 60 جنيه، اللي كانت اللحمه الكيلو ب 60 جنيه. فالمهم ان انا جبت الكيلو نص كيلو دهنه، ورحت عند الراجل اللي في شارع خير الله اللي هو جزاره العيد، هاتوا من عنده. لما تروحوا قولوا تبع فريده برده، هتبصوا هتشوفوا احسن واجب. اي حد زي ما قلت لكم دايما عايزين حاجه قولوا تبع فريده في اي مكان بجيب منه. فيا جماعه روحوا هاتوا دهنه بلدي من عند اي جزاره، قولوا عايزين لب الدوش او دهنه تتفرم على مفروم تكون كويسه، وروحوا عند جزاره العيد ده يفرمها لكم وانتوا واقفين. الكيلو اللحمه المفرومه هتعمل مثلا 220 جنيه، هيبقى بنفس السعر لحمه حمراء، وهيحط لكم عليها اللي هو الدهنه بتاعتك. هتاخدي نص كيلو دهنه وكيلو ونص لحمه، 2 كيلو قسمتهم على 5 اطباق، يعني الطبق فيه 400 جرام، يعتبر نص كيلو ولا 100 جرام. جبت كمان كيلو صدق من عند اللي هو العبد جوه، وانا بتلخبط فيهم العبد جوه او البره العيد. المهم يا جماعه انا صورت لكم في الفيديو اللي فات من عند الصدق برده بيعملوا مخصوص، بيبقى عامل 200 جنيه، بيعملوا مخصوص لحم صافي وبهار معين، في عنده ب 140 اللي هو عليه فول صويا وعليه برغل، فده بيبقى فيه نسبه من اللحم ونسبه من فول الصويا ونسبه من البرغل، عشان كده بيبقى سعره اقل شويه. جبت فراخ من عند سوق اللي هو طيور الامانه اللي انا وريتها لكم برده في الفيديو اللي فات. جبت الفرخه عامله 75 جنيه، الاثنين ب 150، وجبت واحده بلدي عامله 200 جنيه، وجبت اجنحه، وجبت كمان كان نفسي اكتر الكميه اكتر من كده في الفراخ، بس الفلوس ما قضتش معايا والحمد لله. يعني ايه، جبت كمان كيس كوكي اللي هو الشهد دوت، خطير في طعمه حلو قوي مقارنه بكوكي اقل درجه، يعني كوكي احلى سيكه. طبعا هنا انا عماله بقلب كف على كف عشان خاطر المكرونه. العلب بقى دي او المنظمات دي حلوه قوي، انا جايبه الاثنين دول اكليريك، عاملين الواحد كان عامل 80 جنيه من فتره كبيره، وجايبه البلاستيك دوت. عايزين اي حاجه تروحوا عند سنتر شهد اللي في شارع خير الله،
وبرده اي مكان زي ما قلت لكم تبع فريده بتاخدوا الخصم بتاعكم، بتعمل معاكم الواجب بقى، حاجه كادو ممكن تاخدوها وهكذا. جبت مكرونه سباكيتي نص كيلو، جبت 2 مكرونه اقلام اللي هي المكرونه بشاميل، وجبت نص مكرونه اللي هي العقل قلت اعملها مطبقه في مره، وجبت كمان نص شعريه وربع لسان عصفور. طبعا هنا انتوا شايفيني كنت بزعق عشان بزعق مع سجوده، مصمم كل ما يشوف حاجه جايباها اندومي ولا نودلز او بسكوتات وحلويات عايز ياكلهم كلهم في وقت واحد. طبعا اكلمه بالراحه واقول له لا ما ينفعش كله في وقت واحد، وبرده ما فيش لا حياته الا ما انتوا نايمين. فيا جماعه جبت كمان كيلو دقيق نصين، وجبت كمان 5 كيلو رز من عند عمو بهاء في الشارع اللي هو في السوق، وطبعا المكرونات، وجبت كمان علبه سمنه روابي اللي هي بالقشطه، وجبت ب 10 جنيه في ذره فشار عشان بحبه قوي. طبعا سامحوني على لو في صوت حواليكم عشان في صوت صدى من اولاد اختي بره وانا جوه قاعده عندهم، رحت ازورها وافطر معاها عشان طبعا الصيام، وبالعافيه نزلت طبعا عشان خاطر احمد والله، بس غصب عني كان لازم. الناس اللي مفكره احمد ابتدى علاج طبيعي لسه، يا رب اوصل للمرحله دي ان شاء الله اوصل لها، واي حاجه جديده اكيد هوريكم وهقول لكم اللي حصل. بقى بصراحه ان انا كان عندي سنه من الشهر اللي قبل اللي فات كان عندي مرقه دجاج قضت معايا 3 شهور، جايبه العلبه دي عامله 34 جنيه وقضتني دلوقتي هي بتاع 3 شهور او شهرين، يعني من بعد رمضان جبتها، لا في رمضان من اخر مره اشتريت فيها حاجات مع اختي مي. وبس بقى اقولوا معايا كنت هقول لكم ايه، جبت علبه واستخدمت نصها نص تاني فضيته، وجبت كمان ربع كيلو بسطرمه تمنين، ودي اول مره اجيبها ومش عارفه اركبها اصلا، اوريها لكم، مش عارفه اركبها بجد، اوريها لكم انا عملتها ازاي. وجبت كمان 2 جهينه مش مقاطعه، فاتاكدت انها مش مقاطعه فجبت 2 جهينه، وجبت بسكوت نواعم. بسكوت نواعم بقى ده ان انا من زمان قوي كنت بحبه وانا صغيره. وجبت كمان حلاوه من عند البان الساعه، الحلاوه بتاعتهم جميله من السمسم، معموله كانها طبيعيه كده وجميله، في كده بالسوداني بتبقى مش يعني حلوه، اقصد ان هي طحينه سوداني يعني، برضو الناس اللي عارفه فيها تفرق، انا بعرف فيها كويس. فبس قلت بقى رص كده علبه السمنه الروابي، عندهم سمنه برضو البان الساعه بلدي بجد وهم ما لقيتش عندهم، وزعلت جدا بقى لها دلوقتي شهر مستنيه اجيبه وما جابوش. حاطه بقى هنا كل حاجه جوه علب بقى، كل حاجه عندي ليها علب الحمد لله. فانتوا لو عندكم بتربو مثلا في اكياس فضوا كده اكياس، هاتوا اي بطرمانات في العلب الثلاثه ب 10 جنيه. في والله يا جماعه ما تقولوش مثلا في، لا في علب الثلاثه ب 10 جنيه بلاستيكات تحطوا فيهم بقى البهارات بتاعتكم والحاجه والزوايد كلها. حطيت بقى هنا تحت كده الرز نزلته تحت عشان خاطر ايه انا بشيله في التربو عندي، ومن وقت للتاني بطلع التربو كده اغسله وانضفه واشوف عشان ما يكونش فيه اي حشرات. دي بقى ما شاء الله ممكن تقعد معايا شهرين او شهرين ونص. جبت زيت صاني خفيف جدا وحلو قوي، فالراجل بعد ما جبته قال لي على فكره ده لو تستخدمي في القلي ده بيطير بسرعه، رحت جايه مرجعاه وجبت حلوه هو غامق شويه، فالزيت اللي هو غامق ما بيطيرش بسرعه يعني مش بيخف بسرعه. الزيت اللي فاتح لازم يتعمل بيه اكل، لو هتعملي سلطه مكرونه تدخليه في الطبيخ في الحاجات دي كلها. طبعا هنا كنت عماله بشرح لساجد برده تاني بقول له ما ينفعش، لازم واحده في فلسطين مش لاقيين اكل، لازم ناخد حاجه نونو وما فيش برده فايده فيه. وفي الاخر قال لي همسكه بس يا ماما. انا جبت نودلز، ناس كتير بتقول النودلز اللي هي طبيعيه ما فيهاش اي حاجه وحشه زي ما الناس بتقول على الاندومي بيقولوا عليه اللي هو معمول من دهن الخنزير والكلام ده كله، فانا معتقده ان هي طبعا متاكده ان هي مكرونه، فمش عارفه يعني، بس انا وقفتها عشان خاطر المقاطعه وبقيت بجيب نودلز، وحبيت النودلز باللحمه قوي، هي نفس المكرونه بس الفرق في البهار، يعني الفرق ما بين الاندومي والنودلز البهار، طبعا البهار بتاع الاندومي احلى، بس طبعا المقاطعه لازم نلتزم بالمقاطعه. دي بقى علب تركي، دي مخليها للثلاجه، كانت جايه لي 18 قطعه بس بجد نظيفه قوي، وتخش كمان الميكرويف، وسعرها حلو قوي برده عند سنتر شاد، ممكن تلاقوها بتروح من اول 350 جنيه 18 قطعه، مش تحتاجوا اي حاجه تاني في الثلاجه تستخدموها، تحطوا فيها كل حاجه، زيتون بقى مخلل طحينه كل حاجه تتخيلوها. هنا فضيت فيها كده الحلاوه الطحينيه بتاعت البان الساعه برده حلوه قوي زي ما قلت لكم، والجبنات بتاعته جميله وصبحه كده اول باول. دي الفريزر بتاعي بجد اللي بشيل همه جدا، شايله همه بطريقه غير طبيعيه، لان يا جماعه متكربت فوق بعضه، وانا كمان حاطه له بوكسات دي اللي انا جايباها اللي انتوا شايفينها دي البينك واللبني، وبرده مع ذلك بتبهدلني. طبعا احنا دلوقتي هنرص حاجتنا على طول. عايزه اقول لكم ان انا فرحانه قوي ان في ناس فرشت، وبجد انا مبسوطه بالناس اللي فرشت ومرتاحه وخلصت، وانتوا كمان لو لسه ما فرشتوش ما تستنوش ليوم الوقفه. يوم الوقفه ده تعملوا اكلكم وتاخدوا الشاور وتعملوا كده حاجاتكم الخاصه، تقعدوا كده فاضيين، تعملوا تسالي، تجهزوا العصاير، تجهزي لبس العيد، تكوي القفطان بتاع جوزك، تجهزي لبسك انتي، ففضوا نفسيكم يعني، افرشوا قبلها كده بشويه. كمان عجوه عشان احب ان انا اعملها بالسمنه او بالبيض. وقلت بقى كده ارص الجبنات اللي انا جبتها، جبت ب 20 جنيه جبنه اللي هي العدمه لا اللي هي بالملح، وما جبتش جبنات كتير على فكره، ولا جبت حتى جبنه تركي، لاني احمد ما بياكلش الحاجات دي في الفطار، يعني احمد بيعتمد اكتر على الفول، الفلافل، البيض بالبسطرمه، صدق، بيض مسلوق مع بطاطس، فانا جبت كيس بطاطس هوريها لكم دلوقتي، وجبت كمان كرتونه بيض، وجبت كمان الصدق، فيعني جبت حاجات كده ايه، احمد ليه اكل خاص اصلك، وبصوا انا بتبهدل معاه.
لما كان في الشغل ما كانش في وجبه فطار ولا غدا، دلوقتي في وجبه فطار وغدا وعشاء. فلما كان في الشغل كنت بعمل وجبه العشاء بس، والغدا انا ما كنتش ولا بتغدى ولا بفطر. انا اصلا طبيعتي كده، ممكن لو اكلت كل حاجه بسيطه وما اعرفش ليه ببقى الاكل قدامي. ولما اكون بره بيتي وعند حد بحس ان انا جعانه وعايزه اكل من كل حاجه، واقول هروح اكل، ما باكلش في الاخر. يعني مش فاهمه في ايه بجد. عايزه اقول لكم كمان ان الجبنه بتاعت البان الساعه حلوه قوي، اللي هي بالكريمه. انا قلت لكم من شويه ان جبنتهم كلها حلوه، بس انا جايبه من عندهم جبنه بالكريمه زيها زي النستو بالظبط، طعمها في طعم حلو قوي فيها، مش عارفه ايه هي، بس هي جميله وصافيه كده وجميله وناعمه. خلصت بقى كل حاجه، نخش بقى على الثلاجه نرصها. طبعا شايفينها ما شاء الله كانت ابيض يا ورد، ما كانش عندي بس غير جبنه. فرحه حاطه لي المسكره بتاعتها في الثلاجه. رصيت بقى الجبنات كلها والزيتون وكل حاجه. العلب دي بتبقى شكلها شيك في الثلاجه، غير العلب اللي هي اللي بتجيبي فيها اصلا الفل والبلاستيك، دي بتكون احسن وصحيه وامن. وجبت كمان علبه عسل نحل والتونه 4 تونه، والحمد لله ربنا كرمني وبنيت بيتي بالخير وراضيه بكل حاجه والله العظيم. وكان في حاجات تانية نفسي فيها، بس طبعا الحمد لله الحمد لله ان انا جبت الحاجات دي كلها. ودي كده كريمه خفق، انا بحب قوي كريمه الخفق دي للحلويات. وجبت كمان كيلو لبن قلت هغليه، وال2 كيلو اللبن دول اللي هو في العلبه الكبيره دي، او بتهيألي اكتر من 2 كيلو دول، انا بحب اشربهم كده على ريق الصبح. طبعا دلوقتي احنا صيام، فاشربهم اول ما بفطر. جبت كمان اللي هو البيك الرانش باك او راتش باك، ريتش باك ده سوداء اسمه ايه، بقسماط للفراخ البانيه. حلوه 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 حلو من هنا لسنين جايه. هاتوه، يعني انا بقول لكم هاتوه تعملوا بيه الفراخ، تحمروا بيه الفراخ او البانيه، خطير. قعدت بقى هنا بس التصوير ما خدتش بالي ان هو مش جايب تحت، وعايزاكم تقولوا لي رايكم في الميكرويف فوق الثلاجه. وقلت لكم ومحدش رد عليا فيكم، او مش عارفه انا ما شفتش الكومنتات، ممكن بس اكتبوا لي كومنتات كتير عشان اشوفها. اكتبوا لي الميكرويف كده حلو فوق الثلاجه ولا لا. بصيت بقى اللبن وكل حاجه. عايزه اقول لكم على قد كده ان ثلاجتي مضايقاني، انها صغيره بتعمل ثلج بسرعه ومقفلاني في حاجات كتير، بس برضو الحمد لله. ندخل بقى دلوقتي على الديب فريزر دوت. انا مخليه الحاجات الخفيفه، يعني خفقه كده نسكافيه وحاطه فيه، وخفقه كمان لا مش خفقه حاجه تانية، انا خفقه نسكافيه وحاطه فيه الجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا والجبنه التركي، وحاطه فيه علبه فاكهه ومانجا الشرايح اللي هي بتحط بتاعه مانجا بتاعه الكنافه. انا بهيس منكم يا جماعه. وحتى كمان كنافه فيه فرقاها كده، بتحطي الكنافه في الفريزر وتطلعوها من الفريزر، بتكون جامده، بتكسروها بايدكم، بتتكسر بمنتهى السهوله. حطوها في علبه وغطوها وحطوها في الفريزر. لما تيجوا تستخدموا الكنافه وتعملوا معاكم صينيه كنافه بتستوي بسرعه وتبقى حلوه. كيس بقى البطاطس اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده حلو قوي، اسمه بوم فريت. حلو يعني انا متعوده عليه من قبل ما اتجوز. لما كنت في انور مسعود كنت دايما لما اكون جعانه اخش اقلي حبه بطاطس واحط عليهم شويه كاتشب او مخلل واكل. هنا سجوده طبعا كان عايز يمسك نودلز، وانا كنت تعبانه يا جماعه بجد، تعبت قوي اليوم ده مش قادره. دي المفروض دي عياشه، او تحطي فيها نوتيلا او شويه صوصات وتاخدي منها كده، او حلويات وبسكوتات. فقلت كده احط فيها البسكوت، افضي فيها كده كميه من البسكوت، وبقيه البسكوتات اشيلها فوق في الدولاب بتاعي. وطبعا ان شاء الله لما ربنا يكرمني بشقه جديده واسس فيها كل حاجه كده باللي نفسي فيها، قولوا لي كده امين، ربنا يديكم الخير كله انتوا. قلت هعمل كده دراج وارفف كده معينه بالحلويات والحاجات اللي هي السناكس دي كلها، واعمل رفوف كده للحلل ورفوف للبهارات. ان شاء الله كده ربنا يكرمني باوضه بحالها كبيره للمطبخ. الرخامه بتاعتي بقى مضايقاني تحتيها زي ما انتم شايفين، باظت تاني. كنت حاطه عليها ورق فوم زي اللي حطاه في الحيطه وما لزقش، رحت جايه شداها راحت طالعه معاها بالبويه. في حد كان قايل لي ان انا ادهن الارضيه من صودا الابيض، فدهان الارضيه حاسه مش هيكون عملي معايا، وهبقى متضايقه لو شفته متسخ كده، ولا مش حاسه ان هو يبقى. جبت كمان علبه جيلي، دي اول مره اجيبها وهعملها عشان خاطر سجوده. قلت في حاجات كتير انا ما بعملهاش والتصوير اخدني، وحاجات كتير قوي اخداني مش بعملها في بيتي، قلت لا لازم اعمل. وفي حاجات انا بعملها مش برضه اصورها لعدم ممكن حد غيري ما يكونش عنده الامكانيه دي، يعني نرتقى في بعض شويه، برغم ان والله ان انا بجيب حاجات عاديه ممكن ناس كتير بتجيب يمكن زيي واكتر كمان. عايزين ربنا يكرمكم دايما، وربنا كل حاجه يديها لكم في ايديكم. ادعوا بيقين بالحاجه اللي نفسكم فيها، وحبوا الخير لغيركم دايما. ما تغيروش من غيركم، ما تغيروش ان غيركم ممكن يكون معاه حاجه انتوا تكونوا عايزينها وهو لا، وانتوا لا. مثلا انا خلصت شوت كبير قوي، طلعت بقى كده الكروانتين، حطيت كروانه فيها زي ما وريتكم السمك والجمبري والكابوريا، والكروانه الثانيه كان فيها الفراخ. جبت سمكتين بوري كبار، دول قلت اعملهم في وجبه واحده مشويه واحده سنجاري، وكمان جبت كيلو جمبري، وجبت كمان نص كابوريا ب50 جنيه، وجبت 4 سمكات بولتي على عددنا كبار، وجبت تاني سمك مشوي بولتي شيلته، قلت اشيله كده مشوي جاهز في يوم ابقى تعبانه ولا حاجه اطلعه.
وسجوده هنا كان فرحان عشان خاطر بيحب قوي الجمبري وكان فرحان بالجمبري. جبت الكيلو كان عامل 220 جنيه واللي عند المحل التاني كان عامل 280، فجبت من ده على ده يعني. بس اللي انا جبت منه ب 280 كان اكبر شويه، او ب 220 كان حاطط فوق الوش اللي هو السمك الكبير ومن تحت كان اصغر سيكه. فبس جبت بقى السمكتين زي ما قلت لكم بوري، وجبت واحده عشان اعملها فسيخ وعملتها وصورتها وطلعت ما اتصورتش في الاخر، فبقى اقول لكم في فيديو كده انا بعملها ازاي. اهم حاجه السمك تخلي بالكم منه البوري، عشان في نوع اسمه طبار ونوع بوري. الطبار بيكون بوزه كده او بقه كبير طويل على قدام، والبوري بيكون مدور، فده البوري. ولما تجيبوا السمكيه اللي عملوها فسيخ تخلوا راسها تحت وديلها فوق وتسيبوها تنزل دمها، وتحطوا كده في الخياشيم بتاعتها مناديل تشرب الدم كله، وبعدين تمسكوا ملح خشن وتحطوا عليه شويه كركم وشويه شطه وتحشوا كده الخياشيم. وبعد ما تحشوا الخياشيم ترموا على الجسم من بره كده شويه ملح. قلت بقى كده اقسم السمك بتاعي، انتوا عارفين ان انا كنت بقسم السمك، والاول كنت بجيب سمك صغير لاني بعشقه. احمد بعد كده قال لي لا ما تجيبي سمك صغير، بقيت دايما اجيب كبير، والكبير برده مش وحش، الكبير بيبقى حلو قوي والواحده بتلكم. بس انا بحب ان انا عارفين انتوا اللي هو بحب الحاجات كتير قوي فيها اللحم قليل والعظم كتير قوي زي الاجنحه، انا بموت فيها اصلا. فطبعا انت هتمشي على اللي بياكلوه في بيتك، يعني لو جبتي حاجه بسيطه هتجيبي ترضي بيها نفسك. فانا دايما لما بحس ان انا عايزه اكل سمك صغير بروح جايبه واروح لاختي مي ونعمل مي بقى عليها شويه اكل ونفسها في الاكل سكر، تعمل بقى سمك صغير كده بالصلصه وتعمل لنا كل حاجه. مي بجد ربنا يديها الخير كله ويديها كل حاجه حلوه يعني. هنا قسمت السمك، حطيت سمك بولتي وحطيت معاه جمبري، وحطيت البوري وحطيت معاه جمبري، وحطيت كده هنا جمبري على جندفلي، قلت دول اعملهم في مكرونه بالوايت صوص. ودي كده وجبه سبيت، نص جبت سبيت مع كاليماري، جبت نص، لا سبيت مش كاليماري اللي هو بيتعمل طاجن مش بيتقلى، وقسمتهم يعني على 5 اطباق. وطبق الجندفلي ده كده كان لوحده، ممكن في مره اعمله لوحده لان سجوده بيحبه قوي. بحط عليه كده شويه خضره، كزبره على كرفس على طماطم مكعبات وفلفل، وبحطه في الفرن في ثانيه مع بق ميه كده. ورصيت بقى بقيه الحاجه لاني اتبهدلت بجد، ظهري بيوجعني، لازم عشان اطلع اللحمه او السمك اطلع كام درج كده منهم. في الاخر بقى خلصت كده، خلاص دي كده اخر الفيديو. وبجد انا مخلصه الفيديو ده مش هتصدقوا الساعه كام. الفيديو ده يا جماعه كان الساعه 4 الفجر، لاني انا حضرت الفطار وفطرت، وبعدين ريحت شويه كنت تعبانه، وصليت المغرب وبعدين صليت العشاء. وبعد كده ساجد كان جعان رحت عملت له ياكل، وبعد كده احمد كان جعان عملت له، وبعد كده اخر حاجه هيتعشوا تاني. اوريكم دلوقتي العشاء اللي انا عملته، بجد كنت تعبانه. حضرت كده الاطباق دي وقسمت برده، قلت الفرخه احنا 4 نفار دلوقتي، الاول كنت بخلي نص فرخه علينا احنا طبعا. دلوقتي فرخه مش هينفع مثلا ان انا اديها مثلا نايب صغير، فانا نص فرخه كنت بمشي كده على قدنا انا واحمد وساجد، والفرخه دي كنت بخليها على وجبتين. فدلوقتي احنا يا دوبك الفرخه بدي لاحمد الورك وفرحه الورك او الصدر، وانا وساجد نفس الكلام. سجوده برده كبر بديله كده نايب حلو ما شاء الله، عشان هو بيحب الكوكو جدا زي الاطفال كلها بتحب الكوكو. والفرخه اللي هي البلد دي قلت كده اسلقها زي ما هي واحط لها حته سمنه واحطها في الفرن كده تحمر، واحشيها كده فريك واظبطها، لان الفراخ البلدي بتبقى حلوه قوي في الشوربه، بتدي كده شوربه جميله، ولحمها كده من بره بيكون مصفر كده بتبقى جميله خالص. زي ما قلت لكم بجيب الفراخ بتاعتي من عند الامانه اللي في اول السوق من عند فرحات، الفراخ بتاعته جميله واسعاره برده بتبقى حلوه قوي. دايما ما كنتش بشتري من عنده، كنت بشتري من ناس معينه، بس بجد اسعاره طلعت حلوه. دايما كده لما تحسوا ان المحل ده غالي لا اسالوا فيه احسن، الاسعار بتبقى مناسبه جدا مش بتبقى غاليه ولا حاجه. عملت بقى كده وجبه من الكام وجبه من الفراخ هنشوف دلوقتي مع بعض. جبت كيلو هياكل، بس كنت تعبت مش قادره. انا مش بحب اقول اسمها بس هي اسمها كده للاسف، الجناح بالزور بتاعه. دي بيتعمل كده في وجبه مع شويه بطاطس كده في الفرن مع شويه رز، او شويه بطاطس كده مع شويه مخلل. وجبت كمان 3 وراك عشان اعمله حمام كداب، كان نفسي فيه قوي، فرحه كان نفسها فيه. وجبت كمان 3 فرخات، والفرخه طبعا ما شاء الله كبيره. وجبت كمان وجبتين من البانيه، يعني الحمد لله قوي كده يعني. شوفوا كام وجبه. ودي بقى دي اللي طالعه من اللي هو الوراك اللي هتعمل حمام كداب، قلت اسلقهم كده، اسلقهم اخد منهم الشوربه بتاعتهم، وكمان فيهم لحمه. وعلى فكره يا جماعه انا من الناس اللي بحب جدا الازازه بالذات في العظم بتاع الفراخ، بحبه جدا. دي مش تفاصه خالص والله، دي بيكون اكل مزاج. حتى السمك انا بمسكه مش بسيب فيه حته خالص، فدي مش بتكون تفاصه ابدا. انا يعني بحب قوي الحاجه بتكونش فيها لحم كتير. واخيرا هنا كنت خلصت، مسكت بقى المعطر ومسكت كده البطانه، بقيت امسح كده الحيطه عشان خاطر اكيد في حاجه طرطشت من الفراخ او من السمك. رصيت بقى كده كل حاجه، رصيت المناديل، كل حاجه في المنظفات بتاعتي. المفروض الحامل ده كان بتاع فاكهه او بتاع حيله اللي يتحط فيه، انا استخدمته كده للمنظفات كلها. ودي الثلاجه بتاعتي ما شاء الله، حطيت الزبادي وحطيت كمان جهينه والبيض وكل حاجه ما شاء الله. قولوا بقى ما شاء الله تبارك الله. رصيت بقى كمان المناديل، وكمان دي ما كنتش عارفه احطها ازاي اصلا، مش عارفه كده صح ولا لا. وبس في الاخر بقى كان عندي سندوتشين برجر طلعتهم، وكان عندي حتتين جمبري عملتهم من الاول اللي هما جاهزين من عند حلو وحادق.
وعملت كده شويه عصير تانج بس ما حبيتهوش، مش عارفه عشان هو برتقال، بحب اكتر التفاح من الفروتي. حضرت بقى كده الدورق بتاعي او الشفشق او الكوز زي ما بتحبوا تقولوا، او قولوا لي عندكم بتقولي ايه في بلدكم، او هو اصلا اسمه ايه. يعني انا دايما ماما كانت تقول لك هاتي الشفشق، ماما تقول لي هاتي الشفشق، فانا طلعت اقول عليه شفشق، فمش عارفه بقى كده اسمه صح ولا لا. هنا خلصت الاكل على شويه جرجير مع شويه كده، عملت واحد نودلز كده، كنت خلصت. الموضوع كله كان متعب بس هرتاح بقيه الشهر. بحبكم كتير، لو وصلتوا الفيديو صلوا على النبي واستنوني في الفيديو اللي جاي نعمل حاجات كتير حلوه.